هلا وهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم بنات؟ ورجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو عبارة عن راح أرد على تعليقاتكم على الفيديو القديم. طبعا بنات كلش هواية ومشكورة على الكلام الحلو اللي كتبتوه، وواحد منهم هذا التعليق. البنية كاتبة واني ما راح اشيل الاشتراك لان مبين يومياتش حلوة. عمري شكرا. واني احب روتين يكون طبخ، تنظيف البيت وجولة بيتش. اكيد ان شاء الله راح اسوي لكم جولة ببيتي، وراح اسوي يعني اسوي طبخ، واني روتيني باليوم شنو اسوي. فاللي حاب يستمر وياي اهلا وسهلا، وان شاء الله وجهي يكون خير عليكم وانتم تكونون خير الي. واكو هواي ناس حابة تعرف اني شلون تعرفت على زوجي. بنات، زوجي عنده 6 خوات، واثنين من خواته كانوا وياي بالمدرسة. فأخته كانت واحدة من عندهن، كانت يعني البيستي مالتي، فيعني صديقتي المقربة. فأخوها كان دا يدور على بنت يرتبط بيها يعني يتزوجها. فهي قالت لأهله إنه صديقتي وما أعرف شنو، وشوفتهم صورتي وهم عادي وافقوا. وسبحان الله صار النصيب وانخطبنا يعني سنة كاملة. وأحس ورا ما انخطبنا يعني حبينا بعض أكثر وبلشت قصة حبنا. قلت لكم إنه الخطبة طولت سنة فحبينا بعض أكثر. يعني قصتنا كلش سيمبل، قصتنا كلش بسيطة. وعلى فكرة هم كانوا جيراني، بس أنا ما كنت يعني أهلي ما كانوا يعرفون أهله. فقلت لكم إنه هاي قصتي كلش سيمبل وبسيطة وما بيها يعني سوالف قصص هواية. بنات، هنا البنوتة سائلة زوجك من أي بلد. بنات باعوا راح أقولكم شغلة. أني أي أحد يسألني زوجك منين، أقول له زوجي من فلان بلد. ما أعرف ما أعرف ليش يقولون إنه يا حرامات انتي ليش متزوجة من هذا البلد. زين ليش ما أخذتي عراقي عربي؟ إيش عجب يعني ما أخذه هيجي. بنات بنات بنات، كلش طبيعي وشي عادي إنه البنت تاخذ مو من بلدها. تمام. وأني زوجي من أفغانستان. قلت لكم إنه العايشين بأمريكا شي طبيعي ما راح يتزوجون من بلدهم مثل العراق. هواي بنات أعرفهن عراقيات ماخذت فلسطيني، ياخذن سوري، ياخذن أردني، يتزوجن أمريكي. كلش طبيعي، بس ما أعرف ليش من أقولهم من أفغانستان يتفاجئون. فأني الموضوع عندي كلش عادي وكلش. شكرا شكرا بنوركم. أني مثل ما قلت لكم أني من العراق ومقيمة بأمريكا صار لي 6 سنوات. وأوريدي تعرفون إنه أني متزوجة وعندي 3 أطفال، وحاليا أني ربة منزل. وهمينة قاعدة أدرس، بس أدرس أونلاين مساعدة طبيب الأسنان. انتو كتبوا لي أي شي تردون تعرفونه عني، كتبوا بالتعليقات جوا وأني أرد بأي فيديو. شكرا بنوركم. طبعا أنا ما أعرف اللي كاتب ولد أو بنية جاي أخذ التعليقات، يعني أي تعليق يعجبني أسوي له سكرين شوت ويعني أرد بالفيديو. فأكيد أني راح أسوي لكم تنظيف روتين. كاتبة بشوارع أمريكا المطاعم. حاليا ما أقدر أطلع برا لأنه الجو كلش بارد وأمراض هواي منتشرة. فأني صدقا ما أقدر أطلع. إحنا حاليا محبوسين بالبيت لأنه الجو كلش بارد، والأطفال يعني يتمرضون بسرعة. فحاليا يعني إحنا بالبيت، بس أكيد لما راح يجي الصيف يعني بداية الرابع هيجي شي راح أفرركم بولايتي مطاعم، راح نروح لهواي أماكن جميلة جدا. راح أشوفكم أمريكا إن شاء الله، ونسوي لكم جولات وتحديات إن شاء الله. بس مثل ما قلت لكم خلي شوي الجو يصير دافي لأنه كلش باردة، وأني ما أحب البرد ولا أحب أطلع. حاليا إحنا بسبات فاهمين علي؟ هنا بالتعليق كاتبين تتعيقلين خليج على طبيعة، ومن البداية دقيقة بس نتفرج على السرير. يا جماعة أني بعدني جديدة وما أعرف شنو أصور. على فكرة أني هم كنت ناوية يعني أخلي الموبايل على شغلة واحدة وأرد على أسئلتكم، بس قلت لا خلي أسوي شي. فقررت إنه أعزل الميز مال مراية وأعزل أشياء وأصور لكم وأرد على الأسئلة. أني صدقا ما متعيقلة، وهي هاي طبيعتي. أنا على طبيعتي يعني ما جاي أتصنع أو أمثل، فاهمين؟ فأني لأنه بعدني ما أعرف شنو أصور وشنو أسوي، فاستحملوني هالفترة لحد ما أتعلم بالتصوير وأتعلم شنو أصور وشنو ما أصور وزاوية التصوير.
صدقا لما أجي أصور أو أنظف بدال الساعة ياخذ ساعتين أو 3. كلش جاي أتعب على الفيديوهات، فيا ريت تقدرون هذا الشي وما تعلقون تعليقات ما إلها داعي. وشكرا أكيد على هذا التعليق، بس حبيت أني أوضح إنه أني على طبيعتي، هذا مو تصنع أو أتعيقل مثل ما أنتو كاتبين. أوكي. هنا التعليق يقول يعني من تزوجتي كم عمرك؟ ما شاء الله عمرها 23 سنة وعندها 3 أطفال. أني لما انخطبت كان عمري 16 سنة، ولما تزوجت عمري 17. تمام. وأني تزوجت صغيرة أدري أعرف، بس يعني هذا كان اختياري وإحنا كنا رايدين بعض. وما شاء الله هي عندي 3 أطفال، عندي بنية وعندي ولد 2. أني بين ابني الثاني وابني الثالث سنة. تمام. فيعني عادي الحمد لله، ما أشوفه شي غريب، والحمد لله أني جاي أكبر وهم جاي يكبرون وياي. فالأمانة أنصح الزواج بعمر صغير، يعني 19 20، حتى هم يكبرون وياك وتكونون مثل أصدقاء. فاهمين علي؟ هي صعبة، أدري هي صعبة، بس يعني تعدي ونلهي نفسنا. فعادي الحمد لله على كل شي. وبنات إذا حابين تعرفون أي شي عني قلت لكم اكتبوا بالتعليقات. وهسه من جد شكرا على متابعة الفيديو. بنات إذا حابين تشوفون يومياتي أني وأطفالي، أنصحكم تتابعوني على الانستغرام، راح أخلي الرابط بالبايو.